طبعا كل انواع الحلويات والباسطة في حتة وكعب الغزال في حتة تانية، لانه بتحس انك بتاكل بسبوسة وبقلاوة في آن واحد. وعشان نعمل كعب الغزال يلا بينا. اول شي بعمل الشيرة والشربات، كاستين سكر، كاسة ماء، واول ما يدوب بضيف ملعقة ماء الورد وبتركهم ليبردوا. وللحشوة بضيف كاس السميد ناعم في نار متوسطة وبقلب لحد ما يتحمص، وبقلب على طول عشان ما يحرق. وأول ما يتحمص السميد بخده في أي وعاء وأتركه على جنب، وأضيف كاسة حليب باودر في نار هادية وبقلب على طول وبسرعة لأن الحليب بيحرق بسرعة، وبضيفه للسميد. لازم ياخد السميد والحليب لون قامع لأنه هضيف كاكاو باودر. هضيف المكونات الجافة للسميد والحليب البودر. أولا هضيف ملعقتين كبار سكر مسحوق، وملعقة صغيرة باكنج باودر، وملعقة كبيرة كاكاو باودر. بعد كده بقلب المكونات الجافة جيدا واضيف علبة قشطة، انا ما عندي غير نص علبة، ملعقتين نسلة او حليب مكثف، وكاس الشاي سمنة سائلة، وبقلب مع بعض جيدا وبتركهم على جنب. وبكده بكون حشوة كعب الغزال جهزت. بجيب ورق القلاش وباخد 3 طبقات وبغطي الباقي عشان ما ينشف. بعد كده بطهن الطبقة الداخلية فقط بالسمنة، والخارجية بخليها زي ما هي عشان تساعدني في التقطيع. بعدين بلف ورق القلاش شوية وبخط الحشوة وبلف الورقة جيدا، وبخلي اللفة شوية على جنب، وممكن اخدها في التلاجة شوية عشان تساعدني في التقطيع. وللتقطيع قطعه حسب الحجم اللي عاوزينه، بقطعه اول قطعة وبتقيسوا عليها الباقي عشان تكون نفس الحجم. وبطن الصينية وبخد كعب الغزال وبسقيها بالسمنة جيدا، لأنه الباستا سمنة وعسل. وعلى الفرن درجة حرارة 200 لحد ما تتحمر تقريبا 10 دقايق، وهي سخنة بديها القطر ودرجة حرارة الغرفة. الشكل حكاية والطعم على كيفك. نتمنى الفيديو ينال إعجابكم وصحتين وهنا، ولو وصلت لحد هنا ما تنسى تجدع لايك وشير لأصدقائك.